بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن واقعة المدرس اللي هو بتاع أسيوط، اللي ضرب الطالبة ريناد أو التلميذة ريناد اللي هي في سنة 5 ابتدائي. هنسمع والد البنت النهاردة. أنا عشان خاطر أسيب ابني وأتمنه عليكم في المدرسة وابني يجيلي مضروب أو بنت تجيلي مضروبة وأنا أشتكي للمدرسة، البنت تجيلي تاني يوم ميتة؟ هل ده التعليم اللي احنا وصلنا ليه؟ هي دي التربية والتعليم؟ ولا في تعليم ولا في أدب ولا في أخلاق ولا في ضمير؟ واحد مودي بنته والبنت اسم الله عليها بتقول لأبوها اديني رقم التليفون عشان أخليه معايا بابا، وما كانتش عايزة تروح المدرسة لأن عارفة إن هي هتموت. الله يرحمها ويسامحها، وحسبي الله ونعم الوكيل في المديرة وفي المدرس، ينتقم منهم ربنا الاثنين، لأن اشتكوا للمديرة. والضرب في التربية والتعليم ممنوع. نسمع أبو الطالبة. عرضوا عليك طيب انك تتنازل لاهل لا الاستاذ؟ لا، انا مش عايز اتنازل. هم عرضوا عليك انك عرضوا عليا يا أبو البنت يجوا عشية مدرسين كتار في المدرسة هنا وخدوني كل على جنب ويتلموا عليا، وكان معهم أمناء شرطة تبعهم برضه كانوا عايزين اتنازل. قلت لهم لا، انا عايز حق بنتي مش هتنازل. ربنا يرحمها يا رب ويصبرك ويربط على قلبك. الله كسر قلبه، الله كسر قلبه. ربنا يهون انتقم منك ربنا يا معلم، انت والمدير. استاذ سيد صلاح عشان يحكي لنا تفاصيل الواقعه بالظبط. استاذ صلاح، استاذ سيد، انا في الاول بعزي حضرتك وربنا يا رب يصبرك ويربط على قلبك. عايزاك بقى تحكي لي التفاصيل. والله قبلها بيوم الاثنين قبل ما تتوفى بيوم تمام. كان ضاربها في ايديها بالعصايه في المفصل هنا، تمام. وايديها ورمت، واحنا مصورينها ووالدتها خدت الصوره بعتتها على الواتس، بعتتها على الفيس على الصفحه بتاعت المدرسه. تمام. هو مدرس ايه المدرس اللي مدرس عربي. تمام. راحت بعد الصوره دي تمام. على الفيس. راحت البنت من الصبح المدرسه وراح حصل معها المشوار ده واستاذ مصطفى ضربها. طيب هي في اليوم اللي اتضربت، يعني حضرتك كنت قلت ان يعني في اليوم اللي اتضربت قبل ما تتوفى بيوم، يعني انها ما كانتش عايزه تروح المدرسه كانت رافضه تروح. هي اصلا يوم الثلاث الصبح تمام. رافضه تنزل من المدرسه. قالت لي يا بابا انا لو رحت استاذ مصطفى هيضربني. تمام. وانا مش عايزه اروح يا بابا. تمام. قلت لها معلش يا ابوي انت روحي، ولو كلمك استاذ مصطفى تمام. انا هجي لك هناك. راحت فتحت الباب ونزلت. مفيش 5 دقايق وراحت طالعه لي تاني. قالت لي يا بابا انا عايزه رقم التليفون بتاعك اكتبه لي يا بابا خليه في جيبي. تمام. كتبت لها رقم التليفون بتاعها وراحت. مفيش ساعتين لما رحت المدرسه راح جايين لي الخبر ده. تمام. مين اللي كلمك في المدرسه وقالوا لك ايه؟ هم جو لي مدرسين من المدرسه. قالوا لك فين؟ جو لي البيت. تمام. جو لي السادات 2 وراحوا قالوا لي تعالى عايزينك. قلت لهم في ايه؟ قالوا بنتك ريناد تعبانه شويه. طب فيها ايه طيب؟ قالوا لي هي عندها هبوط. تمام. رحت جاي طاير هنا لقيتها نايمه على اللي ما عندكمش الانسانيه جوا ومغطينا. عندها هبوط بعد كده جيت لقيتها هنا اللي هو نايمه. في المستشفى، يعني في مستشفى الشمل هنا. انا دي ماتت قبل ما تيجي المستشفى. تمام. قبل ما تيجي المستشفى ماتت. تمام. جيت لقيتها مغطينا هنا ومريمه من حنكها وعامله حمام نفسها على نفسها. حسبي الله ونعم الوكيل، انتقم منك بس ورحت بعد كده رحنا نعمل التسريح. رحنا قلنا نتصالح. انا ما عرفتش انه ضربها ولا الكلام ده خالص اللي حكيتولي. تمام. هم راحوا جوا لي اولياء الامور هناك. تمام. قالوا لي لا ما تتصالحش، ده هو اللي موت بنتك، هتسيب حق بنتك لمين يعني؟ قلت له انا ما عرفتش انه هو موتها. قال لا العيال كلها شافته. الطلبه بس رحنا قلت له لا انا تاهم جوه كده في قتل بنتي. عشان ربنا عزيز بس اتحول نيابه وخد 4 استمرار والمديره اتوقفت ولسه مستنيين بقيه الاجراءات. المديره دي عايزه تشنج. بس احنا بنطالب يعني باسراء الاوراق والحاجات عشان ندفن البنت. هي البنت لسه لغايه دلوقتي موجوده في المشرحه بتاعت في المشرحة. المستشفى؟ طب هم عليكم يعني التقييم مش راضي؟ تم التوقيع اصلا عليها ولا لسه توقيع الكشف؟ لسه الطبيب الشرعي اصلا ما لسه ما جاش؟ جاش الطبيب الشرعي اصلا. طيب التحقيقات هو قال ايه في التحقيقات؟ التحقيقات بيقول انا شفتها بره واكله. انا في التحقيقات
حاجات هينكر لانها مش بنته، مش موجوع. ربنا هيوجعك في عيالك ان شاء الله، زي ما وجعت الناس دي في بنتهم، ربنا هيوجعك ان شاء الله في عيالك لانك ما حسيتش بحد. والمدرسه اللي هي مديره المدرسه ان شاء الله ربنا هيوجعك في عيالك، ان شاء الله هتشوف عيالك بنفس المنظر، لانك ما عرفتيش تحافظي على طالبه عندك في المدرسه. انت المسؤوله مش هو، انت المديره. واهل البنت صوروا البنت وبعتوا لك الصوره على الفيسبوك، وتاني يوم بنتهم تموت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي المدرس، لانك ما عرفتيش تحافظ عليها. المفروض انت، انا بطالب القصاص من المديره قبل المدرس، لان الشكوى راحت لها، والضرب ممنوع في التربيه والتعليم. وانت كمديره كنت اما تخوف الطلبه بالمدرس ده، يعني عارفه ان هو بيضرب، وعارفه ان عندك طلبه هتموت من الضرب ومن الخوف بتاعت المدرس، فواجب عليك القصاص قبليه، لانك مش مربيه ولا فاضله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيه. وربنا ان شاء الله باذن الله ربنا يرد مظلمه البنت فيكم وفي عيالكم، ينتقم منكم ربنا على اللي عملتوه في الطالبه. وكل اب النهارده خايف على عياله انهم يروحوا المدرسه، لان الموجوعين زي الاب والام اللي موجوعين على بنتهم اللي ماتت. وليه ضربتها؟ اكيد بيدي دروس خصوصيه، والبنت مش بتاخد عنده درس خصوصي اكيد. ما هو للاسف الشديد احنا واخدين موضوع الدروس الخصوصيه اللي احنا اتكلمنا عليها يا وزاره فاشله، اتكلمنا عليها وقلنا قبل كده اهواتي الدروس الخصوصيه. قلنا الدروس الخصوصيه المدرسين بتبقى متضايقه من الطالب اللي ما بياخدش دروس خصوصيه عنده. ولو دورتوا في التحريات هتثبتوا كلامي ده اللي انا بقوله، اكيد مليون في المية ان هو بيدي دروس، لانه مدرس فاشل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ينتقم منه ربنا هو والمديره، وربنا يرد مظلمه البنت هي واهلها في عيالهم ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.